السلام عليكم اخوان اليوم اشرح لكم عن معالجة مشكلة البوت في جهاز سات اكستريم 90,000. بالبداية اخوان لازم فلاش نفرمته فورمات بصيغة فات 32 ضروري جدا. اول خطوة فرمت الفلاش اليو اس بي، بعدها تسوي فولدر تسميه فايلز، ضروري تلتزم احرف صغيرة. وراها تنقل ملف السوفت واير اللي اسمه جي اكس روم دات بن، تخليه بداخل الفايلز، ملف الفايلز. فقط ذني اخواني، انتبهوا على الكتابة، فقط ذني اخواني هاي الملاحظة، فولدر فايلز وتخلي الملف جي اكس روم دات بن بداخل الفايلز فقط، ماكو اي شي ثاني، وحدة بالفلاش بدون اي ملفات. طبعا هاي من تشغله هو على وضع البوت، هذا الشاشة تكون هيج. انت اول ما تخليه تظل ضغطة مطولة، لا ترفع ايدك عن زر الباور الامامي، ضروري جدا اخواني، ضغطة مطولة وتشغل الباور من ورا، الباور على الامامي وراها، وبنفس الوقت تشغل زر الطاقة، ضغطة مطولة حين يبدي ابجريد، يكتب لك يبدي العد. بهذا راح يرجع يشتغل الجهاز، يسوي ريستارت ويشتغل بدون اي مشكلة. شكرا جزيلا اخواني.